السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم فيه مجموعة من الوصفات، ماشي وصفة واحدة. من بين هذه الوصفات هذا الخبز اللي نحضره بالعجينة المخمرة مسبقا، كنت حطيت لكم فيديو قصير عليها، وفيه بطاطا كوشة فلون، وفيه مملحات، تشكيلة من المملحات، وحريرة. هذه الحريرة اللي اكسبريس توجد في السع، وميني بيتزا. هذه الميني بيتزا ما شاركتش معكم الوصفه لاني راني دايره فيديو عليها، فيديو وحده منفصل راني دايرته. اول حاجه بديت بها درت الفلون كراميل، مول اللي درت فيه انايا صغير بزاف. كرملت نص كاس تاع السكر، فرغته في المول، وفرغت عليه الخليط تاع الفلون اللي درت فيه نص لتر تاع الحليب، 3 حبات بيض، 3 مغارف ونص تاع السكر، ومغرف صغيره من هذا العطر تاع الموز. ما تشروش نتوما هذه القاروره الكبيره كامل، غير كميه. ولافاني، هذاك العطر تاع الموز راكم تشوفوا اللون اللي عطاه له. هنايا طيبته في حمام مريم في الفرن مده 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه، وخليته يبرد مليح مليح وهو في المول عاد باش نحيته من المول. ومن بعد حضرت عجينه نتاع ليميني همبرغر صغيرين بزاف. درت كاس تاع فرينه ومغرف وشويه تاع الخميره تاع الخبز، مغرف صغيره، ودرت عليها مغرف صغيره تاع السكر، ونزيد عليها الماء. هنايا هذا الخبز ما فيهش البيض، وغير بالماء، ما نعجنوش بالحليب. اللي يبغي يزيد له شويه لحظه ولا يعجنه بالحليب يعطيكم نتيجه اروع. بصح بهذه الوصفه تاني يجيكم خبز ما شاء الله. هنايا كما راكم تشوفوا زدت شويه تاع الملح، ونكمل نعجن. كي تتلم لي العجينه تاعي ولا كي تبدا تتلم، نستعمل ايدي باش نعرف القوام تاع العجينه. هنا نلم العجينه تاعي مليح مليح، ونضيف لها مغرف كبيره تاع الزبده في الاخير، وندخلها في العجينه. راكم تشوفوا القوام تاع العجينه راها رطبه وما تلصقش في اليد. هنا بالنسبه اللي راهم يزوروا القناه اول مره، فضلا وليس امرا ضغطوا على الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. هنا العجينه تاعي بعد ما عجنتها ولميتها حطيتها تخمر، ومشيت باش نحضر البطاطا كوشه. بهذه الطريقه تجي بزاف بنينه. اللي يبغي لاصوص يزيد لها شويه تاع ماء وشويه تاع طوماطيش مصبره، ولا طوماطيش تاع الحب مرحيه. انا هنايا درتها كيما هكا. نحط عليها توابل اللي هما الملح، فلفل عكري الحار، وشويه تاع الثوم، شويه تاع زعتره، وشويه تاع زبده، وشويه تاع الزيت، كمون. هنا التوابل اختياريه كما راكم تشوفوا. راني نخلط هذيك البطاطا مع التوابل. والدجاج اللي عندي راني متبلاته ديجا من قبل، تبلته وخليته باش تدخل فيه التتبيله. بالنسبه للرند قطعته بهذه الطريقه باش يعطيني البنه اكثر. ونحط الدجاج نتاعي. انا هذه الكيفيه حضرتها مسبقا وخليتها، غطيتها وخليتها تريح حتى العشيه باش طيبتها. هنا وليت العجينه نتاعي، شوفوا كيفاش رفتها وحطيتها وبديت نسرح فيها مباشره، يعني ما عاودت لهاش العجين. جبت هنا الطابع باش يجوني الخبيزات تاع البرجر تقريبا كيف كيف. طبعتهم هنايا ونعاود نشكلهم بهذه الطريقه، نسقم لهم الشكل نتاعهم ونحطهم في بلا اللي كنت دهنته بالزيت. انا نسقمهم كامل بهذا الشكل، نغطيهم يخمروا. بالنسبه للحريره قلت لكم الحريره هذه اكسبريس توجد في ساعه ولا اقل. هنايا عندي شويه تاع الدجاج حطيته وزدت عليه الماء ونخليهم يغلوا. كي تبدا تغلي نجي نضيف الدشيشه، انا نستعمل هذه، ونزيد عليها الماء نشللها حتى يروحوا لي منها كامل هذوك النقاط السوداء وهذوك الشوائب. وكي تغلي القدره نرميها فيها ونخليها تطيب. هنايا بعد ما خمر لي هذوك الخبيزات تاع البرجر، جبت هنايا شويه حليب وحبه بيض، نخلط كل شيء وندهن باش ما ندهنش بالحليب وحده ولا بالبيض وحده. نمزج هذا الخليط مليح ونديرو باش بالخف يصفروا لي الخبزات تاوعي، وما نخليهمش بزاف في الفرن. كي نخليهم بزاف يجوني يابسين. هنايا رشيت
حبات بحبة حلاوة وحبات بالسانوج. اللي عندها جنجلان يجوا شابين كذلك، انا ما كانش عندي، درت غير هادو زوج، درت غير سانوج وحبة حلاوة ولا زرعت البسباس وديتهم يطيبوا. ومن بعد مشيت حضرت الحشو نتاع البوراك ولا لي ميني بريوات. في مقله حطيت شويه زيت شويه بصل وتبلت ملح فلفل كحل وسكنجبير ومغرف صغيره تاع الثوم مرحيه، وحطيت اللحم مرحي. انا هنايا درت الدجاج حطيته فوق النار. بعد ما نشف لي راكم تشوفون نزيد عليه شويه تاع قرفه وشويه نتاع الكمون وشويه نتاع قزبر مقطع رقيق بهذا الشكل. نضيفه في الاخير باش يبقى لي شباب. نحطه في الصحن ونخليه يبرد مليح. الخبيزات تاع الميني برجر راهم طابو كما راكم تشوفوا، جاوني حجم واحد لاني درتهم بالطابع. نغطيهم ونخليهم يبردوا جانبا. الحريره تاعي كذلك راهي بدات تطيب، والسر تاعها نميكسيها. نحيت هذاك الدجاج وميكسيت مليح مليح مليح. هنايا نزيد نعاونها باش تطيب لي في الساعه. هذه هي الشيء اللي يخليها تطيب لي في مده قصيره. كي نميكسيها بعد ما نميكسيها نردها فوق النار ونحضر لها التوابل نتاعها. انا نستعمل زعفران ملح وحرور الحار فلفل كحل سكنجبير والثوم كذلك شويه راس الحانوت والخميره نتاع بشار ولا تاع الناس الصحراء، كركم، طماطيش مصبره وطماطيش تاع الحب مرحيه. نخلط كل شيء مع بعض ونضيف له شويه من هذيك الحريره اللي راهي طيب، شويه من هذاك الماء باش نحل التوابل نتاعي. هذه الثوم هنايا ضفتها في الاخير ونحرك كل شيء نحلحل مليح هذوك التوابل نتاعي ونرميهم داخل القدره نتاعي اللي راها طيب. ونجي نوريكم لي ميني برجر بلا بيض. العجينه تاعهم ما فيهاش البيض ما فيهاش الحليب. شوفوا كيفاش يجوجوا خفاف ما شاء الله. مباشره بعدها حضرت البوراك ولا لي ميني بوراك ميني بريوات، درتهم صغيرين بزاف. درت الفرماج ودرت الحشو ونلويهم كما راكم تشوفوا. هنا الحبه نتاع الديول، الورقه تاع الديول دير لكم 4 حبات، انا درتهم صغار بزاف بزاف. دوك نوريكم كيفاش قطعت هذيك الحبه تاع الديول ولا هذيك الورقه تاع الديول باش جاوني الحبات تاعي صغار وجاوني ما شاء الله شابين. واللي تبغي ديرهم كبار ديرهم كبار. انا هنايا الورقه تاعي قسمتها على زوج كما راكم تشوفوا، وهذاك النص نزيد نقسمه على زوج. دوك نوريكم مليح كيفاش نحي هذوك اللي راهم في الاسفل باش يبان لكم كل شيء مليح. نقطع شويه من هذاك الجزء اللي راه مدور، غير شويه فقط هذا، ونعاود نقسم هذاك النص على زوج ونعمر كيما عمرت وكيما شكلت ووريتكم. بالنسبه للحريره نتاعي صاي بعد ما طابت هزيت شويه منها وقطعت شويه تاع قزبر ميكسيتو ودرت حبه تاع الحار اكيد في الاخير، وضفت هذاك الخليط تاع القزبر في الاخير. هنا الحريره تاعي وجدت، نغطيها ونخليها جانبا ونمشي نحضر الخبز اللي قلت لكم عليه في بدايه الفيديو يجيكم خفيف بزاف. انا هنايا درت الفرينه وشكلته خبيزات صغار. درت حفره في الوسط، دائما ندير هذه الحفره في الوسط. حطيت فيها مغرف صغيره تاع الخميره مغرف صغيره تاع السكر، حطيت عليهم شويه تاع الماء دافي. كي ديروا هذه الطريقه تتفاعل لكم الخميره بسرعه كبيره. دوك نوريكم كيفاش بدات تتفاعل في ثواني فقط. شوفوا كيفاش. من بعد نبدا نعجن هذوك المكونات. وهذا البيض اللي بقى لي، هذا البيض اختياري انايا، كي بقى لي من الخبيزات تاع الميني برجر اللي دهنت به الوجه نتاع الخبيزات تاعي بقى لي ما بغيتش نرميه، زدته هنايا في العجين تاعي، عطاه خفه وعطاه بنه ثاني. نكمل لم العجينه نتاعي بالماء دافي، نلم غير بالعقل بالعقل. والعجينه المخمره مسبقا هذيك اللي راكم تشوفوا فيها راني دايرتها في الغرفيه، عجنتها من قبل، درت لها شويه
فرينه، شويه خماره، شويه تاع السكر، وخليتها ليله كامله في الثلاجه. غرض من اني نخليها في الفريجيدير ليله كامله، نخليها تخمر بعقلها. الخبز نتاعي يجيني ما شاء الله ويجيني شباب. نضيفها للعجين ونضيف مغرف كبيره نتاع الزبده ونلم العجينه نتاعي، ونحاول ندخل هذيك الزبده وهذيك العجينه مليح. نحاول نمزج مليح هذيك العجينه الاولى والعجينه هذه جديده مع بعض. ندلك مليح الخبز نتاعي. تاني الطريقه تاع العجين تعطي نتيجه شابه بزاف. الا دلكنا الخبز تاعنا بزاف يجينا شباب. كما نعرفوا الخبز تاع الفرينه ما يحتاجش منا بزاف عجين، العكس تاع الخبز تاع السميد. هنايا ندلك شويه ماشي بزاف، واحد 5 دقائق ولا، ونلم العجينه نتاعي نحطها في اناء ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم نتاعها. نحطها في مكان دافي ونخليها تخمر. بالنسبه للحشو تاع الميني برجر استعمل الدجاج مفروم، نحمره في شويه زيت وما نطيبهش بزاف باش ما يجينيش اللحم تاعي يابس ويجيني طري. كما راكم تشوفوا هذا اللون هذا يكفي منه يكفي. درت شويه دجاج وتبلته ودرت له شويه نتاع القزبر، وهو في المقلاة عاد يكون سخون حطيت عليه هذاك الجبن تاع الساندويتش. حبه تاع الجبن هذه قسمتها على 4 وحطيت عليه باش يذوب عليه وهو في المقلاة كي يكون سخون. دوك تشوفوا راه ديجا الفرماج تاعي بدا يذوب. شوفوا كيفاش قسمت الحبه تاع الجبن هذاك على 4. ما يديناش بزاف فرماج، يدينا شويه. انا هنا استعملت 3 شرائح فقط. كما راكم تشوفوا هذوك الحبات راهم بداو يذوبوا وجاو ما شاء الله. هنايا بديت نمونطي فيه. حطيت شويه مايونيز كنت خدمتها في الدار، راني حاطه لكم تاني فيديو فيه الطريقه. درت شويه سلطه شويه طماطيش ونحط هذاك الدجاج ونبلع ونحط عليه شويه تاع فرماج وحبه تاع الزيتون. دخلتهم في الكيردون. تزيين اختياري، ممكن حتى تخلوه كيما هكا سامبل عادي. هذوك العيدان نفضل كون تحضروهم وتحطوهم جانبا باش ما يغبنوكمش كي تكونوا تمونطيو في الخبيزات تاعكم. نعاود نفس الطريقه، شويه تاع المايونيز شويه سلطه شويه طماطيش. حتى الحشو تبغوا تنقصوا حاجه تبغوا تضيفوا حاجه انتم احرار، انايا نعطيكم الفكره فقط. والتزيين كذلك كما قلت لكم اختياري. المهم الخبيزات هادو جاو ما شاء الله، جاو طريين وشابين الله يبارك. عاود جبت هادوك لي ميني بيتزا درت عليهم صلصه طماطم. راني درت لكم تاني فيديو على طريقه تاع التحضير. هنايا فقط زدت لها شويه تاع زعتره تجيكم حمرة ما شاء الله، ودرت لها الطون ونزيد لها حبه تاع الزيتون في الوسط. والميني بيتزا تاعي راها واجده. نعاود معاكم حبه. طريقه سهله وغير مكلفه اقتصاديه. هنايا كفاتني علبه واحده تاع الطون ومازال بقالي شويه. حضرت به الرز للسلطه. هنايا كملت هذوك المملحات تاوعي، درت الخبيزات تاوعي ولي ميني بيتزا والبريوات تاعي ها هما تاني طيبتهم قليتهم جاو ما شاء الله. والبنه ما نحكي لكمش بنان بزاف. من بعد نفوت نحضر الخبز. بعد ما خمرت لي العجينه، شوفوا العجينه نتاعي راها طريه وضاعف لي الحجم نتاعها. نجي هنايا نشكلها كرات صغار بزاف. انايا درت خبيزات صغار، انتم الحجم اختياري. المهم العجينه هذه تجيكم بزاف شابه، خصوصا اللي ما ينجح لهاش الخبز. هذا الخبز هذا تحضروه في رمضان ان شاء الله وادعوا لي. هنا العجينه تاعي دائما ما نمرمدهاش كي نكون نشكل في الخبيزات تاوعي. ما نعاودش العجينه تاعي، دائما نخلي فيها هذوك الغازات تاع الخميره باش الخبز تاعي يجيني شباب ويجيني مشهد في الوسط. راكم تشوفوا الكرات درتهم قد اليد نتاعي ما كبرتهمش، والعجينه تاعي ما راهاش تلصق لي في اليد تاعي. شوفوا كيفاش نتعامل مع العجينه، طريقه سهله. تبغوا هاد الخبيزات ترمضوهم في السميد رطب
ولا اي نوع نتاع الدقيق. انا هنايا كان عندي دقيق تاع الشعير، راني نرمد فيه هذوك الخبيزات تاوعي. تبغوا تخلوهم هكاك تاني لا حرج. راكم شفتوا الخبيزات ما يلصقوش في اليد، ما يغبنوكمش كامل في التقراص. هنا راني نقرص ونحط وحده فوق وحده مؤقتا، من بعد نعاود نزيد نقرصهم بعد ما يرتاحوا لي شويه باش يعاونوني ويجيني التقراص تاعهم ساهل. هنايا دائما نقلب، نبدا باول حبه اللي قرصتها باش تكون طريه، تكون ارتاحت مليح. نقرصها بهذا الشكل وبهذا الحجم، ونحط في بلا اللي كنت دهنته من قبل بشويه تاع الزيت. راكم تشوفوا العجين كي يرتاح يعطيكم الطوع. هنا ننفضها من هذاك الدقيق الزايد ونحط في البلا. بعد ما نكمل نغطي الخبز تاعي ونخليه يخمر مليح. وهذا الفلون ها هو بعد ما نحيته راكم تشوفوا كيفاش جا، ما شاء الله. ننصحكم جربوه وذوقوا البنه نتاعو. هنايا الفلون هذا خالي من الفلون تاع المحلات، ما فيهش كاع الفلون تاع المحلات. لي صالي تاوعي واجدين. هنا صاي كملت كلش، كملت كاع الطياب اللي عندي، بقالي فقط الخبز راني مخليته يخمر. ودرت الفرن تاعي يسخن. مملحات تاوعي استفتهم في الصحن كيما هكا، المنظر تاعهم راه يشهي الله يبارك. وهذوك الخبيزات جاوني على حبه، البريوات كذلك، لي ميني بيتزا تاني جاوني على حبه. لي ميني بيتزا طبعتهم بنفس الطابع اللي طبعت به الخبيزات تاع الميني برجر. والسلطه تاعي كنت حضرت فيها الرز، حضرت بطاطا فورتها، زروديه فورتها، بطرف غليتها، قطعتهم مكعبات صغار وخلطتهم بالمايونيز، تبلتهم بمايونيز وشويه تاع الملح. ودرت هذا الديكور، شويه تاع الخيار وشويه تاع الزيتون، وزينتها بالبيض. نتمنى ان شاء الله هذا الديكور ينال اعجابكم. والخبز تاعي ها هو بعد ما خمر وطيبته وتحمر لي ما شاء الله جا الله يبارك. راكم تشوفوا. من بعد نقسم معكم حبه تشوفوا كيفاش جا في الوسط. قلت لكم يجيكم كيما الشهده ويجي طري طري بزاف. واش هو النار يبغي النار تكون قويه بزاف. الخبز عمركم تطيبوه في النار تكون ناقصه، لانه يطول في الكوشه وييبس. هادو الخبيزات تاوعي ننصحكم يا البنات تجربوه، خصوصا كما قلت لكم في شهر رمضان. هنا الطياب تاعي كلش وجدته. الضياف تاعي ما همش باغيين يتعشاو عندي في الدار، باغيه نرسل، وان شاء الله يكون في ميزان الحسنات ان شاء الله. هذا واش حضرت معاكم كامل. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفات وينالوا اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.